باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم في قناه البابا كرولوس وتماف ايرين. في الثلاث البصخه باسبوع الالام قررت رقيه انها تعتنق الديانه المسيحيه وتترك الاسلام. ويا ترى ايه علاقه الموضوع بالايه القرانيه اللي اكلتها المعزه؟ ايضا حقائق بتحكي فيها اختبارها وعبورها من الظلام للنور. لاي شخص بيقول على المسيحيين كذابين في عرض اختبارات العابرين او ما شابه، رد الاول على الكلام اللي بيقوله العابر وبعد كده ابقى كذب او ايد. لكن اعتراض وتكذيب بدون تفسير ده هو اللي مش منطقي، فيما معناه انك بتداري على حقيقي انت مش عارف تلاقي لها اي تفسير. من اجل المحبة وانتشار الخدمة رجاء محبة لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. للتسهيل والتبسيط اسمحوا لي اني احكي اختبار الاخت رقية على لساني. الموضوع في حياتي ما جاش فجأة وجاب التدريج، لكني بداية عايز احكي لكم حاجات مستنية منها رد من شيوخ الاسلام ومن كل الدارسين بمقارنة الاديان. الشباب المسلم بشكل كبير جدا وبأرقام وإحصائيات على لسان شيوخ مسلمين وأئمة وكمان داعيين وداعيات، يا إما شق منهم بيلحد يا إما الشق الآخر وهو الأكبر اللي بيعتنق الديانة المسيحية بعد دراستها ومقارنتها بالديانة الإسلامية. طب ليه بيحصل كده؟ وليه في الشباب بالذات؟ لأن الشباب اتغير عن زمان. زمان كان أعمى ومصير وبيسمع ويطيع بدون أي وعي، لكن الآن مع الانفتاح ومواقع التواصل الاجتماعي والدراسة والإنترنت الغير محدود في دول كثيرة في العالم جعل من المسلم إنه لازم يدرس، لأن في أشياء غير معقولة هي اللي بتدفعه لكده. بالتحديد أنا بتكلم عن كتب بيتم دراستها في الأزهر الشريف في مصر وفي كل البلدان تقريبا نفس الكلام. واللي عايز أقوله إن الشيعة أرحم شوي من السنة، لأن السني منهم متشددين ومتطرفين. زي مؤسسة الأزهر الشريف تسمح بدراسة كتب مش معقولة وكتب مخربة للعقول زي كتاب صحيح مسلم، ابن تيمية والبخاري. الكلام اللي فيهم يطير العقل ويخلي أي إنسان مسلم يقرأ فيه يسيب الإسلام فورا. فبدل ما طالع تصرخ في الناس وتقول إن الإنجيل محرف وإنت ما عندكش دليل، لأن مستحيل إنك هتلم كل الأناجيل اللي في العالم اللي كانت قبل التحريف. فلو كلامك صحيح هات كتاب محرف جنب كتاب غير محرف، وإلا هتكون إنت شخص كذاب. اللي دفعني أغير ديني من الإسلام للمسيحية هو إن الشباب النهاردة مش زي شباب زمان أبدا، والمصايب اللي طالعة والبلاوي من الكتب اللي أنا ذكرتها ملهاش حصر. الكتب دي تحتوي على الكلام الآتي، وده أبسط الأمور اللي أقدر أقول. النبي مسحور، النبي يهجر ويهزي وبيقول حاجات غير عقلانية، وده مش كلامي أحسن تفتكروا إن أنا جايبة حاجة من عنده. أيضا هذه الكتب المعترف بها لدى الأزهر بتقول إن النبي طلع على شواهق الجبال عشان يموت نفسه، وأما كان مرة ماشي في الشارع شاف بنت صغيرة خالص، طفلة صغيرة سنها صغير جدا، قالها انت كبرتي لا كبر سنك. وحضراتكم فاهمين ايه المقصود بالجملة اللي اتقالت ده. ايضا مكتوب عنديهم في الكتب دي ان النبي ماسك اصحابه المسلمين يدعي عليهم ويشتمهم بألفاظ غير لائقة بغير حق، وبعدها يقول دي زكاة ورحمة فقد شرط ربي علي ذلك. واللي خلاني ايضا اتحول للديانة المسيحية لما شاب مسلم بيسأل عن الكلام ده كل اللي انا حكيته، شيخ جليل وليه وزنه، هل البني ادم اللي بيكون ليه الصفات دي بيكون محترم؟ هل مثل انه نبي من لدى الله بالصفات دي معقول؟ ويجي الشيخ ابو عائشة ويقول ان النبي غير عاقل، نبي مجنون. طب الشاب المسلم او الشاب المسلمي هتروح فين بعد كده؟ ما يا اما هيلحد يا اما هيعتنق الديانة المسيحية. الحقيقة المرة اللي ما فيش مسلم او مسلمي قبلاه، وايضا الشيوخ طالعين بيحكوا كلام معاكس ومغاير للحقيقة، ان الشاب المسلم او الشاب المسلمي بيلجأوا لدراسة الدين المسيحي وبيتعمد ويصير مسيحي عن قناعة تامة.
أما عن حياتي أنا شخصيا إزاي اتحولت للديانة المسيحية فكان لها قصة تاني. أنا كنت إنسانة ملتزمة في دين الإسلامي، وبقرأ وابحث وبستطلع وبحس إني لازم أستمع للقرآن الكريم وأنا حافظة. والحقيقة كتر الدراسة في الدين الإسلامي مضرة جدا، لأني لما درست وتعمقت قوي، وطبعا الكتب اللي أنا كنت ذكرتها لحضراتكم في أول الفيديو لما درستها فعلا قررت قرار نهائي وقرار لا رجعة فيه. قررت إنه أعتنق الديانة المسيحية، لأنه اللي بيوصل للدرجة من العلم في الإسلام هي اللي بتخليه يقرر إن ما يبقاش مسلم. لأن لقيت في الدين ده مجرد طقوس وعبادات شكلية، وتلاقي المسلم يا إما مثلا على البحر أو في الشارع أو في أي مكان عام يروح فرش السجادة ويصلي. طب بتصلي ليه؟ ما ممكن تصلي في أي مكان مستور أو في مسجد. إيه اللي بيخليك إنك توري الناس إنك مؤمن والإيمان في القلب؟ وده أكيد. وقتها حسيت إن الله كيان مجهول بالنسبة لي، ما كنتش عارفاه ولا قادرة أفهم. وقلت ربنا مستحيل إن دي تبقى أخلاق الله ولا نبي الله. فقررت إني هبعد عن الديانة الإسلامية وهتركها نهائيا. وصرخت بالدموع وقلت يا رب أنا مش لاقياك في الإسلام ولا حاسة بك كإله. أرجوك لو مش عايزني أضل ولا أضيع ولا انحرف اظهر لي ذاتك. وصليت وقلت يا رب يا رب أنت المسؤول عني أولا وأخيرا. فسمعت صوت بوضوح بيقول لي اجري في الإنجيل المقدس، اجري في كتاب المسيحيين. بس أنا طول حياتي اتعلمت إن الإنجيل محرف، وإنه المسيحيين ضللوا كل الناس اللي جات بعديهم بإنهم قالوا إن الإنجيل ده صحيح، وإزاي بيعبدوا عيسى وعيسى نبي لا إله. لكني حسيت إن الصوت العذب اللي سمعته بيجذبني وفيه قبول من جوا قلبي وعقلي ليه. وقلت طب أنا هخسر إيه لما أقرأ الإنجيل وأقارن ما بين الكلام اللي فيه والكلام اللي في القرآن؟ الحقيقة كان من رابع المستحيلات إني أجيب إنجيل في البيت، لأن بيتي فيه تشديد جامد وتقريبا أهل متطرفين دينيا ومش هيسمحوا أبدا بإنهم يلقوا دي. وكمان أمي ما كانتش سيبالي مساحة من الحرية، فمستحيل أقتني إنجيل حقيقي. فبحثت على جوجل ونزلت إنجيل متى عشان أقراه، وأما أقراه أمسحه على طول ربما التليفون بتاعي يوقع في إيد حد من أسرتي ويحصل اللي لا يحمد عقبه. وأنا بقرأ الإنجيل حسيت إن روح الله بيكلمني ولمس قلبي، دي مش مجرد قراية. ولقيت نفسي ببكي بدموع غزيرة ومستمرة على طول لدرجة إنها بللتني. ما كنتش عارفة الدموع دي جاية منين، كأنه مية باردة ونازلة علي، وكأنه مية تلج جوا عظمي. حسيت واحدة إن ده صوت الإله الحقيقي اللي خلقني واللي دايما كنت عايزة أعرفه. ليلتها سهرت واستمريت في القراية لحد ما خلصت الإنجيل اللي نزلته. حسيت بالروح القدس امتلكني. طبعا وقتها ما كنتش عارفة ان ده الروح القدس، لكن بعدين عرفت. كان عنده فضول وكنت حابة اسمع صوت المسيح بنفسي، وقلت ليه لا؟ ما الإنجيل قال ان توما الرسول والتلميذ قال للسيد المسيح انا حابب اتأكد. طب يعني الموضوع مش غلط والمسيح استجاب لي، ليه مش هيستجيب لي والله فوق الزمن والمكان؟ قررت ان التواصل اللي بيني ما بين رب المجد هيكون بطريقتي انا وبشروطي انا، مش بشروطه هو، عشان ابقى واثقة ومتأكدة ان التواصل ده حقيقي. قلت للمسيح انا امنت يا رب بكلامك وعرفت انه حق وتقوى وايمان وانك حي الى الابد. وقلت له يا رب الورقة البيضاء اللي في ايدي دي اللي مش مكتوب فيها اي حاجة، انا عايزة فيه يتكتب اسمك. فلقيت بطريقة معجزية بيتكتب على الورقة البيضاء اللي في ايدي اسم بخط عريض، اسم يسوع. بدأت أصلي بعمق وأقول يا رب مزيد من الظهورات. وفعلا قد تم وقد كان مزيد من الظهورات والإعلانات السماوية اللي ثبتتني في الإيمان المسيحي. أيضا مش مجرد ظهورات وإعلانات، برغم إن ده كان قوي جدا وطاغي، إلا إني برضو إنساني عقلانية حبتيا. فبدأت أدرس بعمق شديد جدا الدين المسيحي وارتحت فيه جدا جدا جدا، وحسيت إن ده الإيمان الحقيقي وإن ده الإله الحقيقي اللي أنا عايزة أتبعه وأكون معاه لآخر لحظة في عمري. وبدأت
أطلع في بث مباشر ولكن باسم مستعار وطبعا بنقاب، وبدأت أتكلم عن شخص السيد المسيح وعن اختباري وعن قبول الإيمان المسيحي. ومش جديد على ربنا اللي كان ما بيحبش المسيحيين وبيعتقد إن الدين المسيحي دين فاسد، إنه هو اللي يبشر باسم السيد المسيح له كل المجد. ربنا عمله مع شاول لما حاولوا لأعظم كارث في العالم وهو بولس الرسول. الحقيقة كنت شجاعي بإني أفاتح أهلي السنيين المذهب والهوى اللي طبعا مش هيقبلوا الكلام دي. طبعا وقفت لدرجة إنه أهدروا دمي. اتعرضت لمشاكل كبيرة لكن قدرت إن أهرب وأعيش بعيد عن أهلي لأنهم ما قبلونيش. أهلي بلغوا عني الحكومة عشان يتم القبض علي بتهمة ازدراء الدين الإسلامي واعتناق الدين المسيحي. وعلى الجانب الآخر كانوا بيبحثوا عني في كل مكان بكل قوة عشان يهدروا دمي ويموتوني، لكن رب المجد كان معايا وبيحميني، ما سابنيش ولا لحظة. وكل كنت محس بأي ضيق أو أي تعب أو أي ضعف ربنا يقويني ويشجعني بظهورات وإعلانات سماوية ويوقف لي ولاد الحلال اللي يساعدوني. واستجاب الله لصلواتي بإني بعد ما اتعمدت وصرت رسمي مسيحية وقبلت الإيمان المسيحي ونلت الخلاص، قدروا بعض الأشخاص إنهم يساعدوني بإن أطلع برا مصر وأعيش حياتي وأعلن ديني المسيحي بكل حرية. وقدرت أصرخ وأقول بكل حرية ليس بأحد غيره الخلاص. محدش يعرف المسيح ويقدر يسيبه، محدش المسيح يسكن في قلبه ويشوف أي حد تاني أو يخاف من أي حد. اللي معاه المسيح معاه كل حاجة، واللي معاه المسيح نال كل المجد الأرضي والسماوي. كل عام وحضراتكم بخير. مليون مبروك لأختنا رقية، ربنا يبارك حياتها ويدبر أمورها للخير، ومبارك هو كل إنسان نال الخلاص. بنصلي لكل العابرين، كل إخواتني عابرين وعابرات، لأنهم بيمروا بضيقات صعبة جدا تصل للاستشهاد، تصل لأنهم يبقوا معترفين. ربنا يحميهم ويحافظ عليهم، أمين يا رب، ويثبتنا جميعا على الإيمان القويم، الإيمان المسيحي للنفس الأخير. ما تنسوش أحبائي لايك وشير واشتركوا لو لسه بتسمعوني لأول مرة. خدوا بركة كل اللي هتوصلوا الكلمة بسببكم. وفي أجمل أسبوع في السنة أسبوع الآلام ربنا بيستجيب لكل طلباتكم، فاكتبوا طلباتكم على المنتدى وتحت الفيديو وهنصلي سوا. ربنا يفرحكم جميعا من جوا 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 قلبي ومن جوا جوا أعمق قلبي يا رب. كل وقت تسمعوني فيه ما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين فرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم صحتكم وأرزقكم، أمين يا رب.